السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة جميلة لصدور الدجاج، هنعملها بطريقة مميزة وطعم وريحة يجنن. يلا يا أجمل وأحلى متابعين، واللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش اللايكات والاشتراك في القناة، وشكرا على كل اللي حط لايك واشترك لي في القناة. نسمي الله ونصلي على رسول الله، ونشوف وصفة صدور الدجاج دي اتعملت باللون والطعم والريحة دي ازاي. يلا يا أجمل وأحلى متابعين. أول حاجة هنا أنا عندي هنا صدرين من الفراخ. عايزه تعملي الكميه اللي انت عايزاها اعمليها. انا غسلتها كويس جدا بالميه والملح والليمون. وهنا عندي حوالي معلقتين من الثوم المهروس، هنا عسل، وعندي فلفل اسمر وملح وصويا صوص، وهنا عندي دقيق. هنبدأ الخطوة بتاعتنا، هنشوف هنعملها ازاي. اول اي حاجة كده، سمين اي حاجة، الزوائد اللي في الصدور دي اهنا بالسكينة، وهبدأ بقى بسكينة ماشية هنعمل فتحات في صدور الفراخ بالطول وبالعرض زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وهنعمل التانية بنفس الطريقة. واهم حاجة في الفراخ النظافة. احنا هنا بنغسله ونحطه في محلول ملحي، معلقتين سكر معلقتين ملح وخل، وننضف الفراخ كويس جدا. وبعد ما فتحناها كده بالسكينة هنبدأ بقى، انا هتبلها بالملح والفلفل الاسمر بس، وهندخل في كل الفتحات وعشان تاخد من طعم الملح والفلفل. تمام كده. الوصفة بتاعتنا يا حبايبي بسيطة جدا، وتقومي تعمليها في اي وقت، في الفطار، في العشاء، في الغدا. وخلاص كده بعد ما تبلنا الفراخ بتاعتنا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، هنبدأ الخطوة اللي بعد كده هعفرها بالدقيق. وبعد كده ما عفرناها بالدقيق، انسي بقى البيض والبقسماط. الطريقة بتاعتنا دي سهلة وهتعجبك. وهنعفر التانية بالدقيق. وكده خلاص احنا عملناهم القطعتين بتاع الدجاج. هبدأ بقى في طاسة على النار، احط معلقة زبدة على معلقة سمنة، وهبدأ اشوح الصدور بتاع الفراخ دي. وهنقلبها على الناحية التانية. وخلاص كده يعني بدأت تشوح معايا. احط بقى معلقة من الزبدة المتاح عندك، زبدة برضو على سمنة. وبعد ما خلاص هنزل بالثوم اللي انا هرصاه، وهنشوح الثوم ده لحد ما يديني اللون الذهبي الجميل. وقلبي كده لحد ما ياخد اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. والفراخ بتاعتنا هتاخد من طعم الثوم، وهيطلع معاكي روعة. بعد ما خلاص كده شوحنا الثوم، هنزل بقى بمعلقتين من الصويا صوص. الصوص اللي احنا هنعمله تحت الفراخ ده هتاكليه قبل الفراخ. وهنبدأ بقى كده نقلب ونخليها تاخد من الطعم الصويا صوص والثوم. وهنبدأ بقى ننزل حوالي كده معلقتين من العسل الأبيض، وهنقلب كله ده. وهنشوح برضو الفراخ بتاعتنا صدور الدجاج في الصويا صوص والعسل. وهنقلب تقليب كده مستمر. وهبدأ بكوباية من ربع كوباية كده من المية،
وهسيبها بقى تستوي في الصوص اللي احنا عملناه ده. هنغطيها ونسيبها. بعد ما شربت المية، شايفين بقى القوام عامل ازاي؟ والصوص ده جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. لو عملتيها بالطريقة دي هتطلع طريقة ناجحة وهتحتمزيها. والفراخ بتاعتنا استوت، ونقدمها بقى وبالهنا والشفا. وخلاص كده قدمناها. عايزة تقدميها مع بطاطس، عايزة تقدميها مع مكرونة بالصلصة، المتاح معاكي سلطة الطحينة. وخلاص كده خلصت الوصفة بتاعتي. ايه رأيكم فيها؟ ولو عجبتكم الوصفة دي يا حبايبي ما تنسانيش في اللايكات والاشتراك في القناة. اسيبكم في رعاية الله وامنه، واستنوني في وصفات كتير.